أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا اليوم الثلاثاء أن التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي تحمل اسم درع الصحراء 2022 ستجرى في الجزائر للمرة الأولى، وذلك في تشرين الثاني نوفمبر. ووفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية، فإن التدريب سيجرى في ساحة تدريب قاعدة بالجزائر. وأوضحت الخدمة أن التمرين سيتم بمشاركة نحو 80 عسكريا من وحدات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكريا جزائريا. وخلال التمرين ستقوم القوات بمهام للبحث عن جماعات إرهابية وكشفها والقضاء عليها في مناطق صحراوية. وكانت التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة الأولى قد أجريت في أوسيتيا الشمالية في تشرين الأول أكتوبر 2021 بمشاركة ما مجموعه نحو 200 جندي، ويتضمن جدول المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لعام 2022 تدريبات مشتركة مع القوات المسلحة من كل من مصر وكازاخستان وباكستان.